انتوا عارفين ان قدامكم دي بطاطا؟ ايه ده؟ بطاطا نرمين ازاي؟ صدقوني دي بطاطا. عشان كده جايالك النهارده اقولك لو لسه بتعملي البطاطا بالطرق التقليديه بتاعت ان احنا نشويها في فرن بوتاجاز، تعالي اقولك ازاي تعملي اجمل صينيه بطاطا بالمنظر القمر ده. ولو ولادك مش بيحبوا البطاطا، عايزه اقولك كل يوم هيطلبوا منك بطاطا وتقولي يا ريتني ما سمعت كلام نرمين وعملت الوصفه دي. عملناها بطريقة سهلة جدا جدا بمكونات يكاد موجودة في كل بيت، ولو حتى مش موجودة وحبيتي تشتريها مش مكلفة خالص خالص. بصي عاملين طاجنين، يعني صينية حلوة مقاسها حلو، وطاجن صغنون كده قمر بالمكسرات. تقدري تعمليها زي ما انا عاملاها بالمكسرات، وتقدري تعمليها بالطريقة الاولانية اللي هي دي، لكن خطيرة. بصي يا ست بصي يا ست الكل يا قمر. اول حاجه معانا 3 وحدات من البطاطس حلوين كده كبار، جبتهم غسلتهم الاول كويس جدا جدا تحت الحنفيه، وبعدين قشرتهم اهو، سهلين وبساط. بعد ما اقشرهم هقطعهم حلقات كده، مش تخينه ومش رفيعه، علشان بس اسرع في عمليه السوى. تمام لحد كده اهو. نجيبهم بقى نقطعهم، طبعا حبه ضعف الكميه ضعف براحتك، لكن هي هتعجبك بصراحه، حلوه جدا 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 ومغذيه كمان. قطعناهم بالمنظر ده كده. بعد كده هجيب معلقه سكر واحده بس كده اهوت، معلقه كبيره بمعلقه الاكل، وهرشها على وش البطاطا اهو. ونجيب ظرف من الفانيليا، اي نوع فانيليا بقى، فانيليا باودر، فانيليا سايله، اي نوع فانيليا متوفر عندك. لو حابه تحطي ميه ورد حطي برضو، يعني لو بتحبيها. ووطي النار شمعة كأنك بتعملي فول مدمس، وتغطي عليها وتسيبيها. بصي انا فتحتها بعد شويه عشان اوريكي ان هي بتنزل ميه لوحدها، يعني ما تقلقيش، مش هتشيط ومش هتتحرق، يعني ما تقلقيش خالص. بس اهم حاجه وطي النار شمعة. طبعا بعد ما عدى عليها تقريبا نص ساعه او ساعه الا ربع، احنا موطين النار شمعة، استوت خالص اهي. بصي يعني بنغرز فيها المعلقه نلاقيها استوت. اهم حاجه وطي النار شمعة وغطيها. بعد طبعا لما تستوي تماما كده، باي هراسه بقى او بمعلقه او بشوكه، وقومي هرساها كويس جدا. بعد كده هنيجي نجيب معانا رتل لبن او حليب، او نص كيلو لبن والباقي ميه، كوبايه لبن وكوبايتين 3 ميه، طبعا مش بتفرق الخطوه دي خالص. معانا رتل اللبن زي ما قلت لك، تقدري تحطي نصه ميه ونصه لبن، تقدري تحطي كله بس ميه، تقدري تحطي كله لبن، اسفه تقدري تحطي كله ميه عادي. ومعايا باكت كريم كراميل في ظرفين كده، وفي 2 الكريم كراميل دول هركنهم على جنب. هفضي طبعا الباكتين الكريم كراميل، هما لقيتهم صغننين جدا للاسف، فحطيت معلقتين كبار من النشا علشان انا عايزه القوام تقيل، مش عايزاه خفيف، يعني مش عايزاها مهلبيه خفيفه. وطبعا حطيت معلقه كبيره لبن بودر اختياري تماما. السكر بقى حسب التحليه، انا حطيت 3 معالق سكر، تقدري تحطي 1 2 4 طبعا براحتك. حطيت معلقه كبيره كده هرميه، ما اسفه معلقتين كبار كده هرميين من النشا، لان ظرفين الكريم كراميل لقيتهم صغيرين، فانا مش عايزاها مهلبيه زي ما قلت لكم، عايزاها تقيله شويه. فلو جبتوا طبعا الكريم كراميل وحطيتوا رتل من اللبن، هتحطوا الكيسين وتحطوا عليهم معلقتين كبار كده من النشا، والتحليه طبعا ترجع لكم، ومعلقه لبن بودره اختياري، وظرف من الفانيليا، ونقلب الكلام ده كله على البارد. وبعد كده ناخده نرفعه على البوتاجاز على نار متوسطه مايله للهادي، ونفضل نقلب فيه على طول علشان بيلزق في الارضيه لحد لما القوام يتقل معاكي. مش هتاخد 5 دقايق وتلاقي القوام تقل بسرعه جدا يعني. جميله وحلوه ومغذيه، يعني ولادك مش بيشربوا اللبن، ولادك مش بياكلوا البطاطا بالطريقه دي هياكلوها. طبعا يفضل تهرسوا البطاطا وهي لسه سخنه، لان لما بتبرد مش بتبقى احسن حاجه في الهرس يعني. فعشان كده قلت لكم في الاول لما استوت اهرسوها بقى على طول. فهنا انا كنت بهرسها وهي بارده بس مش احسن حاجه، فلما نهرسها وهي سخنه بيبقى احسن. اي بقى صينيه حلوه شكلها حلو عندك، اي اطباق تقديم، اي حاجه، اطباق اكل، بولات، اي حاجه متوفره عندك. الخليط بتاعنا خلاص تقل اهوت. عايزه اقول لكم الريحه خطيره، حلو قوي الكريم كراميل على فكره في الحلويات، حلو جدا جدا كمان. جبت انا بقى صينيه بايركس صغنونه كده، اصغر صينيه عندي في البيت، يعني حجمها صغير جدا. وهبتدي احط افرد طبقه بطاطا في الارضيه كده. حابين بقى تدهنوا دهنه زبده بسيطه في ارضيه الصينيه ادهنوها، معلقه سمنه بلدي ادهنوها،
حابين تهرسوا معلقه سمنه بلدي في البطاطا اهرسوا، تبقى حلوه. لكن انا كنت عايزاها خفيفه، مش عايزاها دسمه يعني، عشان مايفل تاكل منها. ابتديت بقى سويت طبقه البطاطا ونزلت بطبقه المهلبيه. هعمل طاجن صغنون كده بالمكسرات برضو، فردت طبقه بطاطا صغنونه بالمنظر دهوت، وبعدين حطيت طبقه الكريم كراميل اللي احنا عملناها. وبس كده عملنا اجمل واحلى تحليه، بتبقى حلوه جدا في الشتاء، تتاكل سخنه خطيره، وبرضو بتتاكل ساقعه حلوه جدا. يعني كده ماشي وكده ماشي. طبعا الجو خلاص ابتدى يبرد سيكا، تقدروا بقى تعملوها وتاكلوها كده بعد العشاء، بتبقى حلوه من غير ما تدخلوها التلاجة ولا اي حاجه خالص. لان احنا متقلين الخليط، علشان كده قلت احط معلقتين نشا علشان يبقى سميك وحلو ماسك نفسه. اوريكم شكلها ان انا ما دخلتهاش التلاجة ولا حاجه، ومسكت نفسها بسرعه البرد اهي. بصي هي كده مسكت نفسها خلاص، يعني انا ولا دخلتها التلاجة ولا اي حاجه خالص. حابين بقى تاكلوها دافيه كلوها، حابين تاكلوها ساقعه طبعا لما تبرد تماما تدخلوها التلاجة. دول ظرفين الكريم كراميل اللي انا قلت لكم عليهم هنشيلهم علشان نزين بيهم كده. طبعا رشيت كده على الوش اي رش عشوائي، جبت حرف السكينه وابتديت اعمل خطوط كده علشان اخد شكل المربعات، يعني شكل حلو. يعني احنا عارفين ان هي بتاكل قبل البق بالمنظر دوت كده. وخلصنا اجمل تحليه بطاطا. يعني بسمع ان في ناس كتير لا مش بنحب البطاطا، لا بالطريقه دي حلوه جدا جدا وتغيير. طبعا يا رب وصفتي ليكم النهارده تكون عجبتكم ونالت رضاكم. لو انتوا جداد على قناتي بيت العيله واكلات نرمين، متنسوش تعملوا اشتراك في القناه، شير كتير للوصفه، خلي الكل يستفيد. بصوا شكلها خطير بجد، حلوه جدا، كريميه، وطعم البطاطا مع الكريم كراميل حلو جدا جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، يعني خطيره. دي طبعا بالكراميل، وطبعا عملنا اللي هي بالمكسرات عشان لو حد من ولادنا بيحب المكسرات عادي نقدر نزينها بالمكسرات، مفيش اي مشكله. واشوفكم في وصفه جديده على خير من بيت العيله واكلات نرمين، وباي باي.